حبايبي تعالوا اما اقول لكم على طريقه الشيش طاووق اللي هتخليكم ترجعوا تاكلوه زي ما حصل معايا، لان انا من فتره جالي قرفه من الشيش طاووق وبطلت اكله نهائي. المهم جربت الطريقه دي بجد ظبطت معايا وخلتني ارجع اعشق الشيش طاووق. هنجيب عندنا زبادي وننزل بحوالي 3 معالق كبار، وننزل عليهم بمعلقه ملح صغيره، نص معلقه فلفل اسود، ومعلقتين من البهارات الايطاليه بجد جامده جدا جدا. خليها معلقه ونص. وفي بقى سر انا بحطه هنا، السر ده مش اي حد بيعمله بس بتطلع الخلطه تحفه. الدريسنج رانش، الخلطه دي هننزل بحوالي ربع الكيس دوت. هننزل بربع بس، ورشه بابريكا خفيفه، وحوالي فنجان زيت، ونويسك الكلام ده مع بعض. ونجيب عندنا شيش طاووق يكون مغسول ومتنضف ومخلي كده بالمنظر ده، ننزل بيه في الخلطه بتاعتنا ونسيبه اقل حاجه ساعتين. انا اول مره لما عملت الخلطه دي سبتها ليله كامله وشويتها على الفحم، كانت حكايه. انا المره دي هسيبه ساعتين عشان مستعجل. هنعمل بقى جنب الشيش طاووق او الوراك بتاعتنا احلى رز منكه بالثوم والاعشاب والزبده. عندنا هنا في الحله معلقه زبده، هننزل عليها بفصين توم مفرومين ناعم بالسكينه، مش ناعم قوي يعني شرايح صغيره كده. هنقلبهم تقلبتين لحد ما ريحتهم تطلع معانا، بس احنا مش عايزينهم يتحمروا. وننزل عليهم برز بسمتي مغسول ومنقوع لمده 10 دقائق، ونديله معلقه ملح صغيره، وربع معلقه فلفل اسود، ونص معلقه من كل حاجه من اللي جاي دوت. ريحان مجفف، بقدونس مجفف، واخر حاجه زعتر مجفف برضو، وربع معلقه بابريكا مدخنه او عاديه. نقلبهم مع بعض تقليبه صغيره كده. الله على الريحه، ريحتهم خيال يا جماعه، خيال. ونشرب الرز بتاعنا بالميه زي اي رز بسمتي عادي. هنحط فوق الرز بتاعنا بمقام عقله صباع ميه ونسيبه يغلي، واول لما يتشرب نهدي النار ونغطي. نيجي بقى للشيش طاووق بتاعنا او الوراك زي ما انتوا عايزين تسموها سموها. ممكن نسويها بكذا طريقه. ممكن نعملها على الفحم، وانا شخصيا جربتها اول مره كانت بالفحم، كان طعمها خيال. وممكن في الاير فراير، ممكن في الفرن، ممكن في طاسه، زي ما تحبوا. انا دلوقتي هدخلها في الاير فراير. نرصهم زي ما هم كده، وندخلهم الاير فراير على درجه حراره 180 لمده 30 دقيقه، وكل حوالي 7 8 دقائق نقلب الوراك بتاعتنا على الوش التاني. وها هي لحظه الحقيقه، خلصت. بص المنظر. انا بقى باقي التتبيله اللي اتبقت مني يا جماعه ما رميتهاش. عملت ايه؟ حطيت عليها معلقه جبنه كريمي ومعلقه زبده، ورحت حاططها على النار 3 دقايق، طلعت معانا صوص بالمنظر الحكايه ده. اهم حاجه بقى نعمل كده ونقول بسم الله. اقسم بالله بيرفكت.